اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا رب العالمين. وصفتنا لليوم معشوقة الجماهير، الملوخية بطريقة سهلة. أول مرة بتزور القناة نوريني باشتراكك وكمان فعال الجرس، كومنت حلو يعبر عن رأيك بالفيديو، ويلا بينا نبتدي الوصفة. بالطريقة التقليدية جدا هنقطف الملوخية ونغسلها، ما بتتنقعش، بتتغسل وتتنشف. لو نقعتيها بتدي مادة لزجة وده هتبوظ معاكي، فانتبهي للأمر ده. وبتقدري تفرميها، انا هنا فرمتها في الكبة، تقدري تفرميها بالمخرطة بالسكينة، المهم في الاخر انك تفرميها. كمان تقدري تستخدمي الملوخية المجمدة. وفي حلة على النار هننزل بمعلقة من الزيت. انا هنا هستخدم شوربة الارانب، واستخدمت جزء من الارنب عشان اطلع منه الشوربة. هنا خدت جزء حطيت عليه ملح وفلفل اسود، وهبتدي ان انا اديله صدمة على النار عشان في الاخر اطلع شوربة، بما انه الكلمة المعروفة انارب بالملوخية او ملوخية بالارانب. وهو منها كمان يكون جزء بسيط زي انك تعملي الارنب بالبيت بطريقة جميلة جدا. هنا نزلت بفلفل اسود كمان، مع ان حط عليه فلفل اسود بس الكمية بتكون بسيطة. والملح بتاعي ورق اللوري والبصلة، بصلة متقطعة لشرائح ممكن تخرطيها مفيش مشكلة، وبتنزلي عليها بالمية المغلية. هنا انت بتسيبيه طبعا ان يستوي معاكي علشان في الاخر تاخدي منه شوربة جميلة جدا هتدي الملوخية بتاعتك طعم ولا اروع. ودي بتكون النتيجة. طريقة الطبيخ الملوخية بقى كملوخية ممكن تستخدمي طماطم او الشوربة اللي احنا نعملها معانا هنا. دي الشوربة 4 فصوص ثوم مبشورين، وكمان معلقة من هريسة الشطة الحارة، معلقة صغيرة من الملح، طبعا انا بقدر احط التوابل حسب الكمية الموجودة. معلقتين من صلصة الطماطم، على فكرة بيعززوا الطعم جدا وبيتنقلك الشوربة نقلة تانية، بتكون بالشكل الجميل الخطير اللي انتوا شايفينه ده. الشوربة نفسها متخدمة. بتنزلي بالملوخية وبتقلبيها. خلي بالك ان الملوخية ما بتقعدش على النار، هي بمجرد ما بتغلي معاكي اول غلوة خلاص هي كده انتهت، هي غلوة واحدة فقط وبتكون معاكي استوت، واللون الاخضر بتاعها بيكون محافظ عليها بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. هنا بقى الخطوة الاخيرة اللي عميل الملوخية هي الطشة. والطشة مفيش فيها اي ابتكار، هي توم مفروم وعليه كزبرة ناشفة. عشان تسهل عليك الامر خلي دايما ان التوم ان هو يصفر الاول، لانك لو حطيت الاتنين مع بعض وابتديتي ان انت تاخدي منهم اللون الذهبي الجميل هتلاقي معاك الكزبرة ممررة، فخلي بالك من النقطة دي كويس. هي خلاص هنا اصفرت معانا. هنبتدي بقى ننزل بالكزبرة الناشفة بالشكل ده، ونقلب لحد ما يبقى اللون الذهبي الجميل ده. تنزلي بالملوخية بتاعتك، قدامك حاجة من اتنين، اللي بتنزلها في الحلة نفسها وبتقلبيهم كلهم على بعضهم بالشكل اللي انا موضحاه بالفيديو. دي طريقة ان انت بتقدميها بالشكل ده، بتقلبيهم وبعد كده بتغرفي مغرفك عادي جدا مفيش اي مشكلة بالشكل ده. دي كده اول طريقة. تاني طريقة معانا الشكل الاخر، انت بتحطي الملوخية في البولة بتاعتك عادي جدا، وبتحطي من فوقها الطشة بتاعتها بالشكل ده. ولو اخترت انا يبقى الشكل ده بصراحة بيكون اشيك واجمل، وتقدري كده وانت بتاكليها تاخدي معلقة من الطشة ومعلقة من الملوخية تبقى واو. طبعا تقدري تاكلها بالعيش بس او بالخبز، او تقدري تاكلها على الرز مفيش اي مشكلة. وبس كده. وهنا اكون انا عملت الملوخية بطريقة بسيطة وسهلة، ودي الملوخية المصري، كل دولة بتعملها بشكل مختلف، وان شاء الله هحاول ان انا اعمل ده على مدار شغلنا على القناة. لو كملت معايا الفيديو للنهاية شكرا جزيلا لك، والى لقاء جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.